عمي ولا خالتي ما يبقاش فيكم الحال فاش ولادكم ملي يكبروا يجيكم من دار العجزه، لانه نتوما اللي كتربيهم يكونوا غير اطباء مهندسين محاميين وقضاة، كتنساو ما تربيهم يكونوا رجال وعيالات. انا اكيد ما كنعممش، لكن اليوم اغلب الاباء كيطرحوا غير سؤال واحد، هو شنو باغيين نوليو ملي نكبروا، ولكن نادرا ما كيسولونا شنو النوع ديال الانسان اللي باغيين نكونوا، يعني من ناحيه ديال القيم ومن ناحيه ديال الاخلاق. واكيد انا ما كنقولش انه هذا خطا ديال الاباء بوحدهم، انما الخطا ديال المجتمع بصفه عامه. لكن الطموح المهني مهم، والمهن المشرفه راه مطلوبه، وانما الخطا هو ملي كيتحول النجاح المهني لهدف، والقيم الانسانيه والاخلاق كتولي شي حاجه ماشي مهمه، غير اختيار ثانوي. لكن الطفل خصو يتربى على المسؤوليه، على احترام الاسره، على الاحساس وعلى الرجوله بالمعنى الحقيقي ديالها. وحتى البنات انا اكيد كنقول انه طبيعي يطمحوا للنجاح في العمل، في الطب، في الهندسه، لكن قبل اي حاجه خص التربيه تغرس فينا الوعي حنا البنات، والقدره على تحمل المسؤوليه، والحفاظ على القيم، والمساهمه في اننا نبني واحد الجيل اللي هو قوي بزاف. فداك الشيء باش خالي ربي ولدك غير يكون راجل، وبنتك تكون امراه قبل ما تكون مهندس ولا محامي. السلام عليكم.